السلام عليكم. لو عندي داتا زي كده فيها زون برودكت واماونت تيبل، ومحتاج اني مع كل جروب يعني الدلتا يبقى تحتيها فاضي، رو فاضي، وبعدين الجاما كلها وبعديها رو فاضي. ان انا احط رو فاضي ورا كل كلاسيفيكيشن او مجموعة. ازاي اقدر احط ده اوتوماتيك؟ آه الأول محتاج أول خطوة إن أنا أعمل جروب للزون بالشكل ده، فهيطلع لي tables. كل زون فيها الحركات بتاعتها، فمثلا ده الدلتا، ده الألفا أهي. طيب إزاي بقى أقدر أحط في نهاية كل تيبل من دول صف فاضي، بحيث إن أنا لما أجي أعمل استخراج للداتا دي يبقى الداتا دي تيبل كامل، في صفوف فاصلة ما بين كل مجموعة ومجموعة. أول حاجة هبدأ أقول هعمل كاستم كولوم وأقول let وإن. أول حاجة في let هبدأ أعرف أحط متغير اسمه t اللي هو التيبل. لو جيت هنا قلت t في الان في المخرج، هيقول لي إن أنت عندك نفس التكرار. طيب أنا بقى محتاج أعمل إيه؟ محتاج أول حاجة أقول له الرو، الصفوف الفاضية اللي انت هتحطها دي عايز تعمل ايه؟ انا عايز اقول له list repeat. عايز اكرر. اول حاجة بيقول لي الليست اللي عايز تكررها ايه؟ انا عايز اكرر ليست اسمها null فاضي. وبعدين الكاونت بتاعك على حسب الكولوم اللي عندك، عايز تكرر النل دي كام مرة. فانا هقول له table column count t اللي هي المتغير اللي هو التيبل، وهقفل المعادلة وهحط الار بره بالشكل ده. فهيقول لي ان انت عندك ليست مكونة من تلاتة نل، تلاتة فاضي اهي. طيب وبعدين هقول له حول بقى الليست دي ل record from list. حول الليست اللي انا مكرر فيها النل كذا مرة لريكورد. اول حاجه بيقول لي في الريكورد فروم ليست، ايه الليست؟ هي الليست اللي انا عاملها اللي انا مجهزها. طيب تاني حاجه بطالبها، طالب الفيلد اسماء الكولوم بتاعتي بتاع التيبل. تيبل كولوم نيم هو التي، اسماء الكولوم بتاعت التيبلز اللي عندي. طيب هقفل كده واشوف قال لي ايه بقى. بدأ يقول لي انت عندك زون نل ريكورد. انا كده حضرت الكولومز وقدامها نل عشان ابدا احطها في اخر كل واحده من دول. طب اعملها ازاي بقى؟ هاجي هنا بقى وهسمي متغير جديد اسمه insert، وهقول له في الانسيرت ده هات لي تيبل insert row. اول حاجه هو طالبها التيبل. انت عايز تحط الصف الفاضي ده فين في التيبل. تاني حاجه الاوفست، انا عايز الاوفست مكان الصف هتضيفه فين. تيبل رو كاونت، عايزه يعد الصفوف ويحطه لي في الاخر. طيب وبعدين بقى الروز اللي انت عايز تضيفها هي اللي انا مجهزها اللي هي الار، بس هحطها كليست بين قوسين بالشكل ده. وهقفل وهاخد الانسيرت ده، هو ده المطلوب اطلعه بره بالشكل ده. بقى عندي تيبل فيه ايه؟ حاجات جاهزة. طيب انا عايز التيبل ده بس remove other column، وهبدأ استخرجه واطلعه. فبقى عندي بالشكل ده تحت اخر كل صف ده. طب لو افترضنا بقى ان انا رحت رايح عامل load to existing sheet هنا كده بالشكل ده، خلاص بقى عندي بالشكل ده. انا بقى محتاج اقول له ايه؟ محتاج اقول له مثلا صنف زون جديد اسمه ابو المجد.
ابو المجد ده فيه ده وده، وبعدين كده مثلا لو انا جيت عملت ريفرش هنا، هيعمل ايه؟ هينزل كله وينزل لي الصف الجديد، ينزلني ابو المجد كمان معاه بالشكل ده. هنا فاصلة هنا فاصلة، راح منزل ابو المجد. شكرا، سلام عليكم.